والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عشركا وكيشناد كمذا من شرح العقيدة الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وعند قصة جري مركا شبهة الغيرية مغايرة الله للمخلوقات وشيخ كجوابه هي وجوه كجوابه ayaa nagu soo jiray iyo shubhatu al-iftiqar ila al-ghayr oo falsafadu iyo mutakallimintu ay ku afoobeen bulshada soo waday بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قيل واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، قيل لا يفتقر إلى غيره يجوز مفارقته له، أم إلى غير لازم لوجوده، فالأول حق. وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له فممنوع، ويتبين ذلك بالوجه الرابع. نعم. وحين صومر مصطلحات ككتشر وحيابها معاني اسكو خلافين في تعريف واجب الوجود يوم بيدبا سقطها oo sheekhu wacdayn doona qadaan ku taariifino ku qeexno waajib alwujudku wa almawjud bi nafsihi alladhi la fa'ila lahu alghani bi dhati alladhi la fa'ila lahu qadaan ku taariifino ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo sifaatkiisu waxay noqonayaan waajiba alwujud wa illa fa'ila ma jirto lillahi wala li sifatihi. هذا أنكو قيحنا واجب الوجود كلو قيحنا والموجود الذي يستغني عن المستغني عن محل يقوم به أن قيحنا إلهي سبحانه وتعالى بذاته ونقولنا واجب الوجود. أما صفاتك بهذا الاعتبار نقولنا واجب الوجود بغيره لا بذاته. إلهي ذاته ونقولنا واجبة الوجود بذاتها. أما صفاتك نقولنا بغيرها أو إلهي بيكون تعلق يسوع إلهي بمركا كنت المعنى يا ماشي كصباحي هذه هذا واجب الوجود كوا ما لا تعلق له بغيره مطلقا وحنا وشيء لا حقيقة له لا نحقب ومجرى لا الفلاسفة ولا غير كتب مقام. إذا وجهك بشيخ بالله به هذا وجهدان واجب الوجود والذي لا يفتقر إلى غيره. شيخ حوري قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقة له تتكودان فهذا حقه إلهي أمبانا غير أحدنا سجى كأهي غير كاسو أي بنانته ربي إني فارغو أي كتجان أي كصعمان لا تجدان شيء هو حق الله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى غير يفارقه وينفصل عنه. هذا تجدان أم إلى غير لازم لوجود الله. هذا تجدان حاول كدم باستفسار بود بهاية. فالأول حق صحيح. وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له أي للغير، مستلزم ذات الله مستلزمة للغير. غير كانوا حلقة وضع أي صفات كوا حلقة وضع هذا الذي ذات الرب جاي وحي كان سنيسا وملزوم نقنيسا صفاتكم اللوازم أن نقنيا لذات الله حور مركا كائن غير ليد هذا فممنوع إن غير ليد هذا غير كاسو ربي أباهي الليد هذا وباهل الشقي افتقار فهذا ممنوع ويتبين ذلك بالوجه الرابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويتبين ذلك بالوجه الرابع، وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل، فإن هذا إنما هو تلازم، بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزء، أو لا يوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخر، أو لا يوجد الجزء إلا بوجود الكل، أو لا توجد الصفة إلا بوجود الموصوف، أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة. ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، بل إن كانا ممكنين جاز أن يكونا معلولي علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر. فإن افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوز إذا كان ذلك الغير مؤثرا في وجوده كتأثير العلة. فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر معه فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له. نعم. نعم.
sheekhu raxmatullaahi tacaala calayhi waynu soo tilmaanay kitaabku wuxuu ku dul wareegayaa in madhab ahlu sunna waljamaaca loo heliyo loo gargaaro biuruq alcaqliyati walnaqliyati macan taa waa qodob markayna ahlu sunna leena waxaynu ku wadnaa ahlu sunna almaxda xataa ahlu sunna nisbiya inagu u helinaya oo ashaaciru u helin oo uga helinaya muctasilu sheekhu u helin doonaa uga helin doonaa jahmiyada iyo falaasifadii ka daraa falaasifadu xataa u kala helin doonaa alfalaasifa almutaakhira ibn rushdi iyo ibnu sina iyo farabi iyo abulbarakaat alyahuudi iyo ciidankiisa qolyaha dambe ghazali markuu faylasuuf laga dhigo bkطرقiisa la eego wuu u helnay waxooga alfalaasifa alqudama aflaton iyo aristo iyo fidagrus iyo ragga noocaasa iyo uga helin doona suqraad iyo ciidankiisa ayaga falaasifada u kala helin doona wuxuu dhihi doonaa falaasifada laftirkoodu mutaqadimiintooda oo aflaton iyo ciidankiisa wa asxaabu ayaa dhaama fi bacd almasaa'ili aristo iyo ciidankiisa idaa marka waxaa weye sheekhu xaqu agtiisu waxaa weeye fi masaa'il khilaaf xaq waaxidana waa jiraa mid nisbi ana waa lanna khayriyada ayaa ku kala badanaysa dawaa'ifta ku kala badanaysa taasuu marka sheekhu ku socon doona wuxuu kaloo kuu tilmaamaya hadiyo goor qolyaha ahlubaatilka ah mustalaxaad ay dejisteen bay ummadda ku dagaan ay ku khatalaan hadda waxay lafdulghayb bay kugu soo khataleen haddana maxay ku jiraan lafd aliftiqaar tarkiib bay celcelin doonaan marka labada masale ina tacliiq masalatu tarkiib marka la soo gaabiyo laba ay ku dul wareegtaa tarkiib almiqdaari aw tarkiib awsaaf labadaa asal buu sheekhu ka hadli doonaa warka mutakalimiinna uu ku dul wareegaa iyo ahlulkalaam iyo ahlulfalsafa oo dhanba murakabkay ka hadlayaan waa laba qaybood ima tarkiibu miqdaarin ka tarkiibi shayin min ajzaa'ihi ka tarakubi اljismi min alajzaa haddii adoo kale hadda waxaad ka kooban tahay xubno iyo ajzaabaad ka kooban tahay gurigan xubno iyo ajzaab iyo qaybo kala duwan marka ima tarkiibu miqdaarin wahuwa mamnuucun bilijmac mamnuucun wa baatilun bilijmac ilaahi subxaanaه wa tacaala laa tarkiiba fiihi ay tarkiiba miqdaar تركيب المقدار وين اسمنا إلى ده أما تركيب الحدود بين المتكلمين أما قولها المناطق وورك أدي جرتين وهي مثلا النوع نوع ومركب من الجنس هي والفصل النوع ومركب من عديد من الجنس والحيوانية والفصل أو إنسانية أما ناطقية واحد هذا بقى بركة تركيب الحدود بين المتكلمين مناطق أما قولها فلاسفة وحيقنا تركيب الأوصاف تركيب الأوصاف إن ذاته أي تلمان وأوصاف يلته تركيب يقنا إذا حالنا الأول وباطل وأنا مسلم وتركيب المقدار كا أما الثاني لا نسلم وبحقبة أما تركيب كل شيء أما يكون إذا يدين الله إلهي تلمانو هي صفات أسماء ملايهي وكجس عين مخلوقات كيس وصفات الكمال ونعوت الجلالة ملايه مسملها والبحث في المعاني لا في المباني اصطلاحات التحكمات أنه كما جريه إلهي سبحانه وتعالى ذاته ما يهي تلمامله تلمامها سو كسوعي مخلوقات كيسة تلمامها سو أوصاف كمال وجلالة نعم واحد ضمن كذا بعض الشيء ومركب له واحد نوريجي افتقار أديك وطلع لأنه بحث وبحث علمها حقائق الورقة ألفاظ مصطلحات لا معنى لها إذن التركيب إذا كان تركيبا مقدار فباطل وان هو وافقينا نين كادان وركا وتا وانا ديدينا اما هذا وجود تركيب حدود او اوصاف فليس بل هو الحق نينك سوغي وايان او حسوغيا ذات وجود مطلق سوغيا وجود مطلقه وجودك مطلق حقيقه ايمانيه مركز الله سبحانه وتعالى وحن سوغيا احد فاعل او واجب الوجود اي وجوده وبنفسه لا بغيره مستغن عن غيره كل ما سواه مفتقر اليه الكون شيء أصلا تلمان بانكوله تلمان هذا ودي دحون غنية وجود مطلقة لأنه أوصافته هي فصول شيء مميزات كي الصفات الذاتية كرسوع أشياء هذا ما به الاشتراك والوجود ما به الامتياز ونمحوها الأوصاف الخاصة المخصصة للذوات هذا أوصاف تديدو محسوب بودية وجود مطلقة وجود مطلقة هذا حقوق مايو وحقوق مجرى ربنا ما أصوين بلايك لو أضوء وضع السكتون إلهي شغل كله سبحانه وتعالى معناها اسمرك هو شيخ نال الله سعوتان تنضم وشيخ وشيخ وصح لبضع شيء لازمان بلغيها وفي رسالة مهم جدا لبضع شيء لازمان ومتكود أن لهيلكري إلا مع وجود الآخر
أما أن لا فهمك إلا مع وجود الآخر كان أن لا فهمك إلا مع وجود الآخر وإسلازمان بعد عكرت وكان وجود كيسو كان جريتان كيسو شرط النقطة كان جريتان كيسو كان كلا شرط النقطة وليس أحدهما فاعلا للآخر متكونك كلا سمينين طيب وعمرك الشيخ يقول ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا للآخر بل إن كان ممكنين جاز أن يكونا معلولي علة واحدة أوجبتهما صحيح القتل العمد محو واجبية والدية القصاص والدية ومعلولان أي حكمان أو أثران لعلة واحدة نفس الشيء وحوليس مركا كوها يسمجرت من غير أن يفتقر أحدهم إلى الآخر قصاصتم ديو بانتا ديدنا محسن بازنيستي محل سوق دري على مذهب علي وانا ظاهر النص حديث عباد بن الصامت في الصحيح الجلد والرجم هو معلولي علة واحدة متكتبة كلوبها متبا لقتي كرا ورأي الجمهور جلد قال لقتي يعني شرط ما انه الا واحده كودا دلنيا يسسبا هنين مركه قسم معها فإن افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوز متى إذا كان ذلك الغير مؤثرا أي فاعلا موجبا في وجود الشيء كتأثير العلة أي العلة الفاعلة علة الكوين قارد وأنها ويقيبي أنا ذكرنا من كسوة هذا لما قانينا منطقة قصة مرتين مسيح تدمرية مأيد طيب كتأثير العلة أي الفاعلة إلا الفاعل الشيخ أجيده لا العلة المؤثرة ومدها كلية أما العلة الغائية أو الصورية أو المادية وحاول أيضا شغل ميشكم له فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر معه فإنه إن قيل إن وجوده شرط لوجوده لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له أضحى إليه الأبوة لهي ما إلا بشرط وجود البنوة والبنوة لم يهلك إلا بشرط الأبوة بدي ليدين لكن متكود ما متكلا فاعل الآخر أبوه ما أبورين المهنا ما أبورين آبها مدول بك كلوح وياه شرط لوجوده وفهمه بوياه متكودنا فاعل الآخر معه إلهي سبحانه وتعالى صفات ذاتية يعني خدمه صفات الشقاء والصفات الذاتية لا الصفات الفعلية صفات كربك الذاتية لما هي إلا بوجود الله إلهنا اللي هي ما هي إلا بوجود الصفات إلا بشرط وجود الصفات الذاتية ومتلازمان وليس أحدهما فاعلا للآخر ولا علة فاعلة للثاني يعني لابد شيء لازمية ويسكو حنان كان من حيث التحقق والوجود لكن متكوت كلامها علة مؤثرة إن نسبنا إلى تاي نعم صحيح لو مرة الدنيا وجهك دم وجهك روح الدنيا صحيح لا يفتقر إلى غيره ما هو الغير الغير الملازم واللازم وحق الصفات الذاتية الغير اللازم شيخ مر الدنيا أيقول إلزامنا يا لك وأما ثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له فممنوع يتبين ذلك بالوجه الرابع ثاني كيها كان لو إلى غير اللازم الذي كان استفسار أما إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له صحيح ده صح ممنوع ممنوع ويا صحيح كان لازم كلمه مو بهاية باي ما يجري تاج عبد الله ما يبها صفات كربلاء قال لي ما باهي باجرته طيب افتقار كل شيء قال لي غير لازم جديدين ما بكبرني لزوم كسوقيا افتقار كبرني ها دي افتقار أول جد وباطل وحق مستلزم له بلا انت بس يا شيخي مستلزم له بلا ها والاستلزام هو صحيح حلا اسمه الاستلزام شيخ صغير
أما إلهي ملزوم كدق أما لازم كدق صفات ربي لازمة وخلق لأن الاستلزام هو أعم من الافتقار شيء يكون لازم يوضو بهان كرتو من بهان كرتي مركا لازم يا كعامسا افتقارك نفي الأخص لا يستلزم النفي الأعم وإذا كان صومر القاصو شوق كبرنية وإنما كل دقالمية باهيدو ديدا يا اللزوم كانوا وسوقيا نعم هذا الافتقار أرجد وباطل هذا الزام أرجد هذا تلازمك بين الله وبين صفاته الافتقار كعبرتنا قش قالوا شيخ يقول لي لأنه شيء حقه هذا يكون تعالى إلهي صفاتك لازمة يبقى كعبرين افتقار لبا قيب مركو برين دوناي معارضه uga jawaab doonaa maadaama makhluuqaad kan ba aaminsantihiin in ilaahay laazimayaan ayaga aaminsan falaasifo oo ilaahay lama jiraan illa biwujudi illa ma'a wujudi maf'ulati wa makhluuqati ilaahina waa waajibun bidhaat la faa'ilun bil ikhtiyar baydihi doonaan taawu laazimin wuxuu leeyahay idinka waxaad aaminsantihiin غير مخلوقات مفاعيل مفارقه لله سبحانه وتعالى غير لازمه له يبقى سوغيسان او ترادن وا شرط مفاعيل مخلوقات كان يكون كان وا شرط لوجود الله مركز صفه لازمه او الهي سبحانه وتعالى ان فارقين سيد تشاهدين waxay keenaysaa iftiqaar hadaba makhluuqaadka iyo koonki aad dhihi weydeen iftiqaar bay keenaysaa taa mucaaradu tanna waa maxay waa almancu المعارض والمنع بهرمري لا نسلم أن تلازم إنه يهي افتقار هذان دين سلم إنه افتقار يهينا وحق حق الدين لولا جواب هذا بحنايا معارضة وينظم إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإذا قال القائل أنا أقول إن كل واحد من المتلازمين مفتقر إلى الآخر كافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم له قيل له فبقي النزاع لفظيا كالنزاع في لفظ الدور فإن الدور يراد به الدور العلمي الذي يذكر في حساب الجبر والمقابلة ويراد به الدور الحكمي الذي يتكلم به الفقهاء ويراد به الدور العقلي الذي يتكلم به النظار ويطلق طائفة منهم أن الدور باطل وآخرون منهم يفصلون فيقولون الدور نوعان أحدهما الدور القبلي وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك إلا بعد هذا فهذا ممتنع في صريح العقل فإنه يستلزم كون الشيء سابقا للسابق على نفسه ومتأخرا عن المتأخر عن نفسه فيلزم أن يكون قبل نفسه بدرجتين وأن لا يكون إلا بعد نفسه بدرجتين وكونه موجودا قبل نفسه أو لا يوجد إلا بعد نفسه محال فكيف إذا كان هذا الممتنع متكررا وأما النوع الثاني فهو الدور المعي الاقتراني وهو أن لا يكون هذا إلا مع ذاك ولا يكون ذاك إلا مع هذا كما لا توجد الأبوة إلا مع البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة ولا توجد الذات الواجبة إلا مع صفاتها اللازمة ولا توجد صفاتها اللازمة إلا مع الذات فهذا الدور جائز وهذا الدور في الشروط والأول دور في العلل نعم إذا مسألة الدور كانت lagu soo rafadana sheekadu uu sharxay marka talaazumkan hada waa idin cadeeyay midka aan dibka lahayn qila lahu fabaqiya lafdh an-nizaa' lafdhiyan sahih fa inna ad-dawra yuradu bihi ad-dawra al-ilmi ad-dawra al-hisabiyya waa la yiraahdaa ad-dawra al-ilmi hadad maqasho waxay u jeedaan ad-dawra al-hisabi hisabta al-jabr wal muqabala midka gala ad-dawrka la yiraahdaa hatta faraadka uu gala iyo hisaabaadka uu gala la yu'lamu al-majhul illa ba'da ilmi al-ma'lum wal ma'lum la yu'lam illa bil majhul adadka meesha ka maqan idku bixi doonto la ogaan maayo illa عدك معلومك أد أوجاته اللغة الدسائية كام معلومك اللغان ما إلى أوجاته مجهولك لما هذين كرو إلى معلومك اللغات الجبر له مقابل وعاد قصوا قارتين بالغيبة فراد كحت وتكو قارتين الدور العلمي مركب حال يدا الدور الحسابي ولا يدا وحباكم مشغولين الذي يذكر في حساب الجبر والمقابل ويراد به الدور الحكمي الدور الفقهي دور الفقهي قد صمرتين إن شاء الله عشان قدام أنت المام النووي مسألة سوريجية أيوه كي كلين مريسين بشغل ونسول تلماني لبا كتاب أيو كألف مسألة أو كدي دنياهي ويراد به الدور العقلي وكياد وقيب سمي الدور المعي والدور السبق القبلي كي وقيب سمي كلام كلجاه اللي عقائد كلجاه اللي وهي مركل الإطلاق بدورك وكله إذا أطلق الدور
دور كان عقلي أوي. أما العلم الحسابي أو الفقهي كمرجع غالبا كمرجع أساس عقلي الذي يتكلم به النظار أي المتكلمون في مسائل العقيدة والتوحيد. وحكوفة في دور كقبل جاء كان علم جاء يومت كان فقه حسابي جاء أبا الرد على المنطقيين صفحة لا بقول الكونتون يتضبوا لا بقول الكونتون يتضبوا. وحكوا كوفة فهي مجلد كالسجالات لا بقول 8 أفر مجموع الفتاوى مجلد كالسجالات لا بقول 8 أفر الرد على المنطقيين لا بقول الكونتون يتضبوا كثير إن شاء الله تعالى. الدور العقلي أسوء حوينا تراضون لما أجانا كان لا يكون هذا عفوا لا يكون هذا حتى يكون هذا ولا يكون هذا حتى يكون هذا. ومثكوت كالكاد أوجدكتو علة فاعلة أوجدكتو مركوا أما أوجدكتو شرطي مركوا الله قبل إياه معي هو صواب حيالي أسوأ شرطي. الدور المعي الاقتراني حكود الوريقية شرط والدور في الشروط مركا نسومر الدور الاقتراني المعي شرطي وحقها أن الله يكون أحدهما فاعلا للآخر وهذا دور في الشروط. وهذا هذا بنوله لهم هايو إلا مع الأبوة والأبوة إلا مع إذا سيسو سواه وتلازم ودور تلازمي لما شو لازمية وانكل هرمرينو قبلكم يجري مش ومعي اقتراني بشرط واحد الله يكون أحدهما فاعلا للآخر. نقول الدور في المؤثرات بس بدلية. أما القبل زمن باكجرة لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما ولا أعطيك حتى أعطيك بعده درهما. إذن درجة في القبلية ودرجة في البعدية شيء جليس بدرجتين ساسو كوضع شيخ بالدرجتين ساسو كوضع درجة بعدية يمد قبلية جليس مرقا إذن شيء وحكوه مرة يا قبل وجوده بدرجتين أسجل اللي هي مايو إلا بعد وجود هذا وحكوا اللي هي إلا قبل وجود هذا. إذن هو يتقدم على نفسه درجة بعدية ودرجة قبلية. إذا إنه كبر طالع يا بدرجوين وقلبه وحكوا عليها قابك وتصلت إيماني مركز تاس الكاس من كقبحنا إن شاء الله. مهمته حوالي لبدأ دور بين كلفين منا ودور في الفاعلين والمؤثرين والأسباب المؤثرة في وجود الشيء منا وتلازم بين الشيئين مع شرط اقترانهما ومعيتهما. يدل لوجي هاي شرط لازم معها أن يتقدم المشروط لازم معها أن يقارن المشروط. الشرط قد يتقدم وقد يقارن ولذلك في الفقهيات وحطوتنا الشرط المقارن الشرط السابق كشرط المقارن شروط مرة شيء مشروط كور مرتين مرنا ولا حيل ستا ويسد حتى لو شرط للصلاة لكن هو شرط يتقدم الصلاة. الأبوة حتى هو شرط لوجود البنوة والبنوة هو شرط لوجود الأبوة. إذن وأنا شرط مقارنة. الشرط قد يتقدم وقد يقارن وعند بعض الفقهاء وقد يتأخر إمام مالك محوقبة إذن الولي قد يتأخر لا نكاح إلا بولي أو بإذن ولي ما نسكوغي هديها وين إذن أنتي مخاطي لوك حيستو أيضا لم يهرسدو كدبنا قبل الدخول انت لوقل من أمان الله دسنين ولي يدل لي أبا وان كاير عبصدية هدي حيوان شفضنا هو قبادنا هدوان خلطمي نكاح يدرها دعي تكسار باسمري أو باسمري وأوكي يقول إمام مالك أي فانتين بنونية مرجع المهم شرط معها من حقيقته ومن حده أن يتقدم أو يتأخر أو يقارن شرط معه. إذن يجوز بنايا مركز صادرت الدور المعي وشرط أو شرطيه شرطيس أن يقارن مشروطه ومن باب التلازم ساسو شغوك لسار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فكذلك لفظ الافتقار، فإن مرادهم بافتقار المركب إلى جزئه ليس هو افتقار المفعول إلى الفاعل ولا المفعول إلى العلة الفاعلة. الكاس وحال في نظري إني المعلول أيتهي فإن مرادهم بافتقار المركب إلى جزئه ليس هو افتقار المفعول إلى الفاعل ولا المعلول إلى العلة. بيصحكوا طعم في الأيام شيخنا مفعول سوء العليو ليس من بيانه ولا من عادته مركا ناسخة أمه لأنه معلول مفعول هذا واسكو إجيه
marka saasay ku fiican tahay in la yidhaho iftiqaaru lmafcuuli ila alfaacili mafcuulku inuu u baahdo sameeyaha wala almacluuli ila alcilla saasay ku ila alcilla alfaacila saasay ku fiican tahay nacam أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن مرادهم بافتقار المركب إلى جزئه ليس هو افتقار المفعول إلى الفاعل ولا المعلول إلى العلة الفاعلة، بل المراد بالافتقار التلازم، والأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، لا سيما على أصل الذين يقولون إنه يلزم لمفعولاته، فإذا كان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لأفعاله الممكنة فكيف يقولون إنه يعني أي الرب يقولون إلينا والفلاسفة هم الفلاسفة الذين يقولون إنه أي الرب يلزم لمفعولاته، أي يلزم وجود الرب لازمة لوجود مفعولاته. نعم، فإذا كان وجوده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا كان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لأفعاله الممكنة فكيف ينافي استلزامه لصفاته اللازمة لذاته؟ وهذا مما يبين تناقض هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات، وأن أقوالهم من أفسد الأقوال في العقل، فإنهم يقولون إن واجب الوجود موجب للعالم، ولا يمكن وجوده بدون وجود العالم مع تغير العالم، وهذا الإيجاب والاستلزام لا ينافي وجوب وجوده عندهم، ثم يقولون مع ذلك وجوب الوجود ينافي استلزامه للصفات، ويسمون هذا الاستلزام والإيجاب افتقارا، ويقولون لو كان موصوفا بالصفات لكان مركبا من الذات والصفات، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزءه غيره، وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره. نعم. خلاصته مشان وحوي وشيخ كهالليو لبا شيء باسكو خلدين maxay isku khaldeen hadda hawshan ay soo kala saaray tarkiibu shay min ajzaa'ihi wa tarkiibu shay min sifaatihi somar durba khayanada sameeyeen لو كان موصوفا بالصفات لكان مركبا من الذات والصفات والمركب مفتقر الى جزئه حسبوها خلدان تركيب المقداريه تركيب الحدود او الصفات اسم مركب ولو خلدها يا دادن ku baraarugin oo dad u fiirsana wuxuu ninku u jeedo waxa weeye waa lagu xaabiyay hadhow baad adoo isku dhaxdhacaysa ama jeedin marka weerad ka ilaaliso maxaa iska khuseeya tarkiibu daat min sifatiha هي تركيب الشيء من أجزائه المفارقة له والله بكل شيء خلاصة وحوي أهل الإسلام يا فلاسفة حسبوها فقسين أن الله واجب الوجود إلهي سبحانه وتعالى جريتان كيسو وشيء لازم وأصوب أوليه هاي ونحت كسبانين وحسبين وسنشرين غير كن أصوب بانين الواجب المحل وجده والموجود بنفسه المستغني عن غيره علا كلا أو خارجة أو فاعلة أو إلهي سميسة مجرتوي معايا إلي قانون سبيا سيدا كل لسان أشياء ضدهم وإن لو قيبية أسباب يا مسببات لو قيبية شيء والبما من شيء إلا وله فاعل ما من محدث مخلوق مجره دعدا مجرته وحي ماذا مجره إلا وحاجره شيء سميه أهيسيه وفطرة بشرية إلى أنك وكأبوري وأنا عقلي صريحة مخلوقات كلهم مركوا محيوان مسببات وآثار وأفعال ودعدوي مادة وأشياء لم تكن موجودة فحدثت بعد أن لم تكن سمايه مركوا الله سبحانه وتعالى هذا قدرتوه مسكحه وأي صورة إلهي أحد سمايه إنه تجرو على ولي أحد كأصنع يا سمايه الإله مركوا حسوب بدل يا ممكن مخلوق بالنقون يا مفعول بالنقون وكبحي على النمدي إذن كاسمايه سي سمايه وتسلسل في الفاعلين والمؤثرات والأسباب وأنا باطل لأن العقل البشري إلهي أبو ريح ربائن شيء والباء حد يشو طيب أوجر واجب لذاته لا يوجد بغيره ولا يوجده غيره أو أصو موجد الأشياء ومكونه وفاطره إن لهله تاسوا اسلوا انك فلاسفه ونذكر حسنا اهل الاسلام يا فلاسفه ان الله واجب لذاته واجب الوجود maxaan kala isku waafaqsanahay makhluuqaadka ilaahay inuu abuuray oo makhluuqaadka ilaahay oon jirin aysan dhici karin ilaahay oon jirin makhluuqaad ma dhici karaan ilaahay oon jirin makhluuqaad lama heli karo falaasifo marka gudbay noogu dhaceen waxay yiraahdeen
المخلوقات ولازمة للخالق وجودك إلهنا ومستلزم للمخلوقات لوجود مخلوقات تلازم كان وكرحية بين الله وبين المخلوقات عند الفلاسفة وحيدين ما كان يا إلهي إنه أبهي مخلوقاتك وفي صورك قلت كل عاد ولو حيدين إلهي بخياركم الصميني إلهي اللي هلبا مخلوقاتك واجوكا ما إلهي بصميني باختياري وربك يخلق ما يشاء ويختار ما ولازمة للذات لذات الله سبحانه وتعالى وإلهي وفاعل أو واجب أي موجب للمخلوقات بالذات كلزوم الذل للشخص خوص قال ما يذكر ريبي كرتا أبدا خوص قال يذكر ريبي كرتا خيارنكم ولد وروسو ساكا مرة بنا تصبح ما دي كرتا إيقا هاد ما يرك وقلقوا امتحان جليل نينكو تواصل يذكر أنت رسولك قد ولي المعروض أمروا عناق أمروا marka halkaas ilaahay la gaadhin ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala khiyaarka ka qaaday oo ilaahay kamaal ku dhan buu u diiday oo yiri makhluuqaadka laazimay ilaahina waa malzuumun laha aw hiya laazimatun laha yayday ilaahay oo ma baahano talaazum kana ma keenayo ilaahay inuu ka baxo sifadii ahayd wujub alwujud واجب الوجود وواجب الوجود بيليه مع اللزوم وغير مفتقر إلى غيره مع اللزوم قد من كجرة إذا حال إثبات الرب جاي أو لزوم كون أيده كحيق بداية ذات الرب جاينا لازمة اسم حول هذين افتقار بك اللازمي افتقار كانوا حكينا إلى نوصل نقنن واجب الوجود وصل نقنن إذا هو تناقض وحن أنه الشيء نجاي بيسكت معنى هذا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقالوا ما ذكره عنهم أبو حامد الغزالي في التهافت إن تركيب 5 أنواع أحدها التركيب من وجود وماهية والثاني التركيب من ذات وصفات والثالث التركيب من أمر عام وخاص كما يقال يشارك العالم في الموجود ويمتاز عنه بالوجوب وقد يسمون العام جنسا وقد يسمونه عرضا عاما ويقولون الجنس هو الذاتي المشترك والعرض العام العرضي المشترك كما أن الفصل هو الذاتي المميز والخاصة هي العرضي المميز والنوع هو المركب من الجنس والفصل وهذه الخمسة هي الكليات الخمس المذكورة في منطقهم اليوناني وقد بينا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق من حق وباطل في غير هذا الموضع وبينا أن ما يذكرونه من الفرق بين الذاتي المقوم الداخل في الماهية والعرضي اللازم للماهية الخارج عنها لا يرجع إلى حقيقة موجودة ولا معقولة وإنما هو تحكم اصطلاحي كما أن ما يدعونه من التركيب من الجنس والفصل ليس تركيبا حقيقيا في الخارج وإنما هو تركيب ذهني اعتباري وحقيقته ذات متصفة بصفات ولهم في هذه المواضع أخطاء من الناس وقدر يا محقق أحسن الله إليك ولهم في هذه المواضع أخطاء وقد بين نظار المسلمين من خطئهم في المنطق والإلهي ما ذكره غير واحد منهم. الرابع التركيب العقلي من مادة وصورة. الخامس التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة. وهذان التركيبان إنما يصح القول بإثباتهما عندما يسلم أن الجسم مركب من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة. فأما من نفى هذا وهذا من النظار وغيرهم فلا. والمقصود هنا أنهم نعم. وإياك تركيبات كانت أبو الشيخ الشيخي هوستو ذاتك محققة غزالي شرحي سيبو سوقوري في تابة الفلاسفة ضد آخرين آدم أفهمي دونتا وحدة ما لها وحين أقول لاباني يعني لابد أيدين سوى شيء كلية تركيب المقداري تركيب الحدود والصفات لابد شنطة بقول لاباني يعني. أحدها التركيب من وجود وماهية وجود الشيء وحقيقته هو ما حيقول لاباني التركيب من وجود الشيء في الخارج في ذهن معها وجود الشيء في الخارج وماهية وحقيقته شيء حقيقتي سوى ربطه وماهية وتصور كذهني وجود كسر خارجي ما كلا دويهم سواء اسكميد وبحث كلامي عن فلسفة شغل وكيل دونا إذن هذه وحال واحد كوبان تاي
من حقيقة ووجود أي من ماهية تتصور ذهنا ما هي روح أصوانكو أرقب لغوت المامي كرو مثلث كمثلا المثلث أظن لغو صورا أما أن أرقب هذه لغوش حواء أمام عيوات تصور ذهنيا وشيء له صدح حق الوضع السيمان وطن هذا سيديتا تنوى سيديتا تنوى سيديتا القائمة مدة فردة هي أطلع واسمين بالغولية قائمة مدة فردة على أساس غلبان وأسوء مانية مركو وشكل مركب من 3 أضلاع وصدح بأي سميه إذن ومحل ماهية المثلث بعد ثورته وجوده في الخارج ومركب رب الوصية لو تصير سو استاكت أما يقول سيدا أصلا ما يساعد ده كله فطه أما تصور أو كلا أركت إذن علينا المثلث مركب علينا مركب من ماهية ووجود في الخارج إذا هو تركيب كلها الحدود والصفات أحكي لما إيش ميال التركيب من ذات وصفات نفس الشيء واتياد شيء من ذاته مجرد تلمانتس الأزراعي الثالث التركيب من أمر عام وخاص كما يقال إلهي يشارك العالم إلهي حلوة الدونك في الموجود عالم هو موجود الله نوى موجود ويمتاز عنه إلهي مخلوقات كقد وين هاي بالوجوب أي بوجوب وجوده عالم كنوى معي وبإمكان وجوده طيب وقد يسمون العام جنسا شيء يقول لو ذاك هي مخلوقات كما أشد وذاك هي بجنس دي كران كالإنساني عفوا كالوجود أو الحيوانية إلى آخره والنماء أو النامي أو الجوهري واحد شيء جرتين أو الجسم إلا ومعنى قدوي دم لها وقد يسمون عرضا عاما تلمان قدو لو ذاك هديت هاي حقيقة هي عرض عامة وقد يزول وقد لا يزول لا يزول هذون نقضوا عرض ملازمة هذون نقضوا قد يزول لو عرض مفارقة وتمرتين بينتها كالأكل والمشي وعرض وحتى هذين وعام الأكل والمشي عنتانك يصعد كإنسانك آدمه وحلو ذاك مخلوقات فربضان حيوان كلهم بين لو ذاك إلهي نوشيكين موين انت نكبر قبنا اللهم ملائكتي يا ولها موين جنك إنسك حيوانك بهايمتوا معي كلهم يأكلون ويمشون وأنا عرض مفارقة بالفعل لا بالقوة الضحك محليد هو عرض لكن هو خاص عام معها قصلك يقولك هاي إنسان العرض ما يثبت ويزول ومعناها بهذا وجهه هدوم ملازم هاي كالسوادي كسواد الزنجي شو رقمها؟ طيب كان روح يقول لي هو أما كالمخلوقية للإنسان كالمخلوقية للإنسان وعام وأنا ملازم غير إذن وقد يسمون عرضا عاما أي وصف لو ذاقه وقد يأتي ويجي ويزول ويقول الجنس هو الذاتي المشترك الذاتي المشترك والتلمان داخلة في ماهية الشيء وهو هذا لو ذاقه إنسان غير كيبه وذاقه والعرض العام والعرض المشترك أي الوصف المشترك غير ذاتي كما أن الفصل أي الوصف المميز للشيء الفصل هو تلمان منطقة التين كسون برتين نجان سؤال في السنة دي هديهم مراجع إن شاء الله تعالى كما أن الفصل هو الذاتي الوصف الذاتي الوصف الداخل في ذات الشيء المميز للذات عن غيرها والخاصة هي العرض المميز خاصة هو محي وتلمان وخاصة شيئا ولا لو ذاقين كان سعيس غير كي سيدي مرتلا فكرك أكله فكرك ناطقية ذا مركان سجود قضايا من فهمنا ربنا لكن ضحك وحوها عرض نطق وحوها فصلي أما وصف ذاته وها والنوع هو المركب نوع الإنسان المركب من الجنس أما النوع البهائم أو نوع الفرس نوع الحمار الطيور وأنواع فربان الإنسان بس ما المركب من الجنس يعني معنا جود ولا وذا وكل الحيواني وكل والفصل كالناطقية والناهقية والصاهلية أو الافتراس في الأسد يروح لماذا يعني تلمانته وجوني حيوان كان لازم يسئن أصلا دان لفهم تلمانته أصلا لفهم كانوا حلال ووصفي ذاتي أما وفصلي ويحكي له حلال ووصف اللي وذاقه وهذه الخمسة هي الكليات الخمس المذكورة في منطقهم اليوناني
كتاب كنيبا قال وقد بينا ما في هذا الكتاب من هذا الكلام في المنطق من حق وباطل في شيخ وعد الرد على المنطقيين يناقض المنطق بخش شرح على وضع كتاب والمراجعين كرتان محور يا شيخ وين أسلم قليا مناطقها إن أي سكتها يتحكم غزالي بقى على عقل محك النظر معيار العلوم كله شيء الفرق بين الذاتي وغير الذاتي وحوري شيئا لفهم كريم لكن أنكون صورة دوي غزالي تقريب كي تفسيرك وكفي عنيا وشرح عند تبرتي ساعة شغل لك وحولي وحاصل أحوك مجران وقد أن الفرق بين الذاتي المقوم للماهية وصف ذاتك أهيسين يا ذات ذا ماهية حق الوفا شيء الوفا ماهي الداخلي في الماهية والعرضي اللازم للماهية هي شيء أن ذاتك هاي وبنبحها هي كنا إيمانا يا ذات ذا بعد فهمها ووجودها وتصورها بإيمانيا الخارج عنها حق نكبحها هي لا يرجع إلى حقيقة موجودة ولا معقولة وإنما هو تحكم اصطلاحي صحيح وزاهد يعني إيه كل شيء واللي بحوسي دران ده إلا عرضك لازمك أيوه وصف ذاتك الله ما كلا صارك كان وحاب الرون مفارقة العرض المفارق بقى الرون بقى عرض كان ملازم كان لماهية الشيء سيدي سواتك هي مخلوقية ده مخلوقية طيب وأضقت مركين لك للصعوه كما أن ما يدعونه من التركيب من الجنس والفصل عاتر الإنسان هو مركب الإنسان هو نوع من الحيوان وهو مركب إيش من الجنس والفصل باطل ليس تركيبا حقيقيا في الخارج في الواقع كيف حيوانية ككوبنتها إيو إنسان محيك ليه محيك ليه إيش يا جوايا هل شيء في الخارج وهل شيء في الخارج ما هذه عبد الله الناطق مفكر أو واكا عبد الله إنسان كراوي واكا أو حقيقته أنت قلت حقيقة أوي عبد الله كيوي هل يمكن وجود عبد الله بدون ناطقية إذا عواد هناك حيوانية موجودة في الخارج لا يوجد فيها الناطقين أوي الحمار نوع ما تاس نوع تروي مركب من الجنس والفصل والحمار مركب من جنس وفصل إذا حمار مجرد بدون ناهقية حمار بدون ناهقية لا يوجد والناهقية بدون حمار لا يوجد أبدا ما سنان أيان ما سنان ذات الله صفات اللي بنشوفه كلها عبد الله هو ذات الله صفات وحال مركب إلى ذو بين تابكودي جنسي كيس سعودية فصل كيس سعودية أما كين كرتان شيخ هو قيدي وفي سمعوك يقول ليس تركيبا حقيقيا في الخارج إنما هو في الذهن هذا صورة سنة عبد الله أنا حيوانية جلته إيو ناطقية في الذهن أما في الخارج هو شيء واحد معناه شيخ هو مركب معها مركب تركيب حقيقة أمها لأنه هي الحقيقة وجود الأشياء محن صمر أربعة وإيش خلاف أفلاطون أرسطو وإيش خلاف يلا بكرة لك حوضة يلا بكرة ما بكرة هذا كورنا من صمر أنا سكتنا المهم شيخ وحكت الله يا سيدي هذا شيء وجود كيس حقيقة وفي الواقع والخارج لمن كانوا يحبه الدلام بس هو وجودك حقيقي خارجي وأنا أفضل ماشي كتمي كيف صحيح حتى هذا يسأل لنا هو تركيب ذهني وذات واحدة لها صفات أو ذات واحدة لها صفات معناه شيخ وجهه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى عفوا أنت كتب الرابع التركيب العقلي يصنع نفس الشيء من مادة وصورة وشيء صفديس من مادة ومادة وشيء لغا سميه والمحل القابل للوصف المادة ومحل كقابلة إن قابك لدون لوردغو المادة هذا الواح وحان لنا هو مادة عرض وحان لنا هاي مادة بيه وحان ديك الرا ومادة هاي كل وحيقة تنصور كشيء الغشب شيء جزء هذا الغشب بيه جزئيا هذه من الغشب أنا ومدوبانيا من عدد الغشب عضانيا هذه أشكال
duleesha lagu shubo biyihii shakliga iyo qaabka shayga yeelanayaan way warwareegayaan idan shayga sifada aqbala almaxalu alqaabil lilwasfi waxaa la yidhahda maada la yidhahda qaabka shayga loo sawirayna maxaa la yidhahdaa suuro marka almurakab min maadatin ay min mawsuufin wey wa suuratina waa sifo soo saama isna waa tarkiibkii tarkiib alxuduud ama tarkiibu asifaat ahaa wey maxaa ii soo hadhay kan u dambay basa wuxuu yahay تركيب الأجزاء تركيب المقدار الخامس التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة كان تركيب المقدار بس فقط وأيضا أوصل للنبي أنه إنسان قوي هاي أنه مركب من أجزاء منفردة صغيرة جدا لا تقبل القسم هذا أوصل لنا مركز ونقول تركيب المقدار لذلك أدي نقول يلا بدأ تركيب صارت مركز يكون مري جوهر الفرد سوى شيخ وحن قيسين كده ها والجزء الذي لا يتجزأ ها ما فشل ما هي أي يكون كذا ما كان فشل ما هي يقول لي ان الجسم واضح ومركب من اجزاء من جواهر مفرده من جواهر متناهيه في الصغر لا تقبل القسمه ككوبيه جسمه والاجسام متماثله وانما مختلفه متخالفه متباينه في صفاتها بضع سايمون دونت الاجسام متماثله اشكال فلسفه وكفر يا كتشر والنبي محمد الله سنانس نبي محمد الله سنانس يا انبياء الرسول الله سنانس وهولس هل يسوي مركب ان انتم فانتين مره تركيبه نوع وياه اسكو سو الشيخ تفضل متماثلة في الذات امم عن عدد أجسام متماثلة امم رجلا في الوجود في حقيقه حقائق الاجسام متماثله في صفات قبلها صفاتك واكله تقدر لكن حقيقه الاجسام جسمك عبد الله كنبي محمد عليه الصلاه والسلام ومتماثله متساويه في حقيقتها وماهيتها هذا كفر وكسر بوذي ومرك لا شرح دورة ان شاء الله وضع أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والمقصود هنا أنهم يقولون إذا كان متصفا بالصفات كان مركبا انت عفوا انت انا كتب ولا تركيبان انما يصح القول باثبات ما عندما يسلم ان الجسم مركب من الماده والصوره او من الجواهر المنفرده فاما من نفى هذا وهذا من النظارع وغيرهم فلا صحيح هذا صدح قول بشيخ الشيخي هران كتابك بلوغ اسمه حسور ما لا بقول كليه وهذا هو طريقه الشيخ الاسلام ابن تيميه وذلك محمد انور الكشميري حنفيها بعد فائده مساله كتابك اكفار الملحدين في ضروره الدين وحول الشيخ وحكمين من مذهبه انه يتكلم في المساله الواحده على شطر في كتاب وفي كتاب اخر على الشطر الباقي من كان مذهب كافهم عوري متيميه وكوريريا أصلا كتبتي شيخ الإسلام مرة وحده الحافظ ابن تيمية بقول يسديد نقلب وكسر قري في رسالة واحدة كتاب كيسا صارمك المهم هذا الشيخ صدح بكل شيء نيجي هذا الجسم جوا مركب من المادة والصورة نيجي هذا الجسم جوا مركب من الجواهر المنفردة من الأجزاء الصغيرة المنفردة أجزاء فربضان يرى اسكتك تي بكي مادة ما ذات مجردة واحدة هي الشكل يصور كي مادة نيجي هذا الجسم جوا بغير مركب لا من الجواهر المنفردة ولا من المادة والصورة نيجي هذا صدح لا مذهب بعض شوانا صدح صح لا وكفى في كتبتيس تميلوا كسو مرتين قبل تقريبا 10 صفحات نحو شيخ صوت شيء لا بقول بس لا بظهر كلية مركب من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى نعم أجسام اسمية بذاتها وتكون متماثلة صفات في كل هذه ها كفر بقى سبوية هذا ما شرحك يا شيخ محمود أكور مريم وإيمان دونتا سأل شيخك كذا مركز شرحنا لأن هذيك 10 كم صعوني بداية السبيل بان تعليق كوكور مقال دير أخوش أكو سبسن كأخرية لما لا تفضل
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنهم يقولون إذا كان متصفا بالصفات كان مركبا، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزءه غيره، وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره. ولفظ المركب يراد به ما ركبه غيره، وما كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت، أو ما يقبل انفصال بعضه عن بعض. وأهل الإثبات للصفات يسلمون أن هذه المعاني الثلاثة ممتنعة على الله تعالى، فلا يجوز أن يكون مركبا لا بهذا المعنى ولا بهذا ولا بهذا. لكن نفاة الصفات يسمون إثبات الصفات تركيبا، ويقولون الذات التي لها صفات هي مركبة، ويقولون المركب مفتقر إلى جزئه. والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته لا يوجد بدون وجود الصفة. ليس المراد بكونه مفتقرا إلى الجزء أن الجزء فاعل له، فإن هذا لا يقوله عاقل. لا يقول عاقل إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له، بل يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلا له باتفاق العقلاء. نعم. مسألة كم حكومة يا أجزاء وديكرا الباب كاس سجى مسألة كنت سكلة الباب كتريوحات مسألة كنت سكلة سجى سمي الباب هو جزء من المسجد. طيب جزء كاسينا مسألة هو أباهية أصونا مسألة كنت كل أباهية مجموعا أردن بأصو أباهن أصونا كل جد أباهية متكونك كاي ما سمعينين إذا مرك أن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له للمجموع العكرة أبدا، مع أنه جزء منه والكل مفتقر إليه والجزء مفتقر إلى الكل. يضرب باهيد جتان ولي بعد ناي سنترين فاعلية يا سمين إيجاد منه سنترين. لكن لا نسلم الافتقار. يا جغي. لا نسلم الافتقار. ما مسلمين لك محاربة التفهيم تقريبا قد جزء إنه مجموع بهاري إنه بهاي كلير ربنا كفانتان والشغل عقولي. ولا يقول عاقل أن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له للمجموع، بل يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلا له للمجموع باتفاق العقلاء. إن فانتم ما قرروا معناها أسقى، مع أن الجزء ولازم للمجموع والمجموع هو ملزوم للجزء. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن قد يكون جزءه لازما له وملزوما له، فإذا قيل هو مفتقر إلى جزئه بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود لازم البعض. ملزوم وأنه كلفاني بدن كذا فهمي لكن رجع نقول عصبان كبار لازمكو يملزومكو وامحي ولا قد شيء يا دشوي دشة نيك دشي كي لقى دشوي الملزوم وكلا إيمانه الملزوم إذا هو مفعول بإتان سوما ولا قد علانية وأسقى مصدر كي لقى إيمانه منه ولازمك إيمانه حاتني صلاة وأصحى وحكى لازم هي صحة الصلاة وحكى لازم إنه روحي تكذب ويسقبي الطهارة وحديث كرتاوى ولازمة لصحة الصلاة والصلاة هو ملزوم للطهارة وأسود لسن كرتاوى أيضا لو جي طهارة إنه تاي شرط بركة ملزومك ومتك لقى إيمانه لازمك هو ولكن قد يكون جزءه لازما له للمجموع وملزوما له. هذا جزء وحون نقضي ملزوم قيب تنكر روح هو جزء من المسجد هدي اللي وايو مساجد إلا هلو حقيقة دي سو اللي هلو وحاشرته إن هلو سطحي قيب تنكر روح اللي هلو هدي اللي وايو مساجد متشرو مولع يحرقل يمال اسكا بنان يمال لو ويغاري يهول لو ريتشيوي هذا فهمتم ميلاد. اذا صحه المسجد حقيقه المسجد كامله الا هلو waxay ka dhalanaysaa in sadxiga la sanqaafka la helo sanqaaf wuxuu isku bedelay malzuum lil masjid masjidka ka dhalanaya in sanqaaf la helo marna muxuu ahaa waa juz' min al masjid wa lazim lil masjid. هذا أنت اللي بدر بي وحقدتها جزءان واللازمة للمسجد وأنا ملزوم له. أنت أم بشوق جنة فهمتها ما ديكر لأنه لازمك قد يكون أعم وقد يكون مساويا وقد يكون أخص وتصومرتين صوم هاي هدين
لازمكم مساوي بالنقطة مركم مساوي نقطة كي أفر تدلل هي أفر صورة اللي هو منتج ها مركم مساوي هدو أخص النقطة وصومرتين مرة أعم بالنقطة طيب ها مثلا القتل وملازم القتل ولازم للكفر وأنا أعم من الكفر لأنه قتلك وحواجبية بغي حرابه رجمي عفوا زين المحسن قتلي ها قصاص مع أنه لازم للكفر لكن لازم قد يكون أخص وقد يكون أعم وقد يكون مساوي للملزوم فإذا كان ملازما مساويا يؤفر تيسبا صحيح انت مروج هذا نعم شغل هذيك هذه نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن قد يكون جزءه لازما له وملزوما له، فإذا قيل هو مفتقر إلى جزئه بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض كان هذا ممكنا، وكذلك إذا قيل ذلك الجزء لا يوجد إلا مع جزء آخر أو مع المجموع كان هذا ممكنا. أو يقولون إن كانت الصفات التي تثبتونها ذاتية داخلة في الماهية كانت أجزاء مقومة له وهو ممتنع، وإن كانت عرضية له افتقر فيها إلى غيره. نعم ما شاء مقوما له أي محققة لوجود محققة لوجوده تقويم كأي مقوم كوشيخ شيء وتصبرتين ووصفك أي شيء أهيسين ذات هذا الشيء. مقومة أي محققة لوجود الشيء، مقومة أي محققة لحقيقة الشيء لماهيته. أدي عن صقر اللي لنا شيء اللي ما هي ليه سيدا نورش هذا كلام مثلا إن مخلوق كلام مثلا. طيب مقوم والمحقق لوجود الماهية. أو يقولون فيقال لهم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيقال لهم عندكم أنه مستلزم لمفعولاته المعتبرة ولا يمكن وجوده بدون وجودها، ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه، ولا يكون امتناع بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعة. فكيف يكون تعديلك وهوست قرأ محقق آخر ولا يكون امتناع وجوده بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعا. قابك وآخرها وجوده بكتري وعبارة قلقة نغنيس. فيقال لهم عندكم أنه إلهي سبحانه وتعالى مستلزم لمفعولات المعتبرة. إلهي وحول لازم سنة وكان سنة واللازم يسمى مخلوقات كيسي معتبرة ضعي، ولا يمكن وجوده بدون وجود بقبان. إلهي إن لهلنا صورة قلمها أيضا لهلين مخلوقات كان. ومع هذا بيدهم فهذا أو إلهي مخلوقات لازمانه لا ينافي بيدهم وجوب وجوده بنفسه. إلهي إنه واجب الوجود بنفسه تلازم كان ما أنفر من الدين إلهي ساس كيها إلهي كيها. ولا يكون امتناع وجوده إنه مستحيل لغة إلهي جريتان كيسو مستحيل لغة بدون تلك اللوازم منفصلة ممتنعة ما يديه يا ويكون بربابي وحورا بس كساده واسك تحكم. ولا يكون امتناع وجوده انه محن قبنا اهل السنه اننا حي قبنا وحي قبان وحي هذه حتى هذه لوايو صفات كاسو لواي مفعولات كل لواي ممتنعه معها الهي واجب الوجود. حتى هذه لواي واجب الوجود هذه اللي هنا واجب الوجود لكن ما كمان هاي سيلي. ولا يكون امتناع وجوده بدون تلك اللوازم المنفصلة معتبرا بيده ممتنعا بيده ممتنع ما هيدنا. لكن وحنا قلنا هاي في الواقع إلهي مفعولات كانت وإسلازميان كان بحي ما إنه واجب الوجود بنفسه تيب شو باب بإنيا. فكيف يكون استلزامه لصفاته اللازمة له أي حاجة أن فاروق كريم أي حتى ممتنعة طينا يفارقه أيوم حقيقة ممتنع معها. ولا يكون امتناع وجوده بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعا بأي قبل. أنا قبل نكفي عنه أصل محل لو يقان شيء اللازمة هدي اللوايو محل لو يقان إلا وايو لما خطأ بيكون جران لما قد بيكون بابه ها يعني اللي هي مخلوقات وجودك هو لازم لوجود الله ووجود الله هو مستلزم لوجود المخلوقات. أيضا سيدا تايدين أيضا هدي لو مخلوقات كانت كمان لازم يسوه
الله إلا واي ذات مجرد يصورنا يا ونمو ولا زمان نمو ذات مجرد يصورنا يا ها ما كررتها معناها أصفر وقود كاس شغل لك يسيني نعم فعل ذاته كبحنا فاعل بذات ويكبحين ويكبحين متناقضين سوسي الشيخ يقول ما ولي قد متناقضين حاجه قصه الشيخ هذا من مره بين سومر النبي وهذا مما يبين تناقض هؤلاء الفلاسفه النفاة للصفات وان اقوالهم من افسد الاقوال في العقل ورام بشويه سبحان الله لحنا يسقال استرك كوبات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار إلى صفاته التي سميتموها أجزاء فذلك الاستلزام هو افتقار إلى مفعولاته ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوله أعظم امتناعا في العقل من افتقاره إلى أجزائه أو صفاته صحيح. فإن كنتم لا تسمون هذا الإيجاب والاستلزام لمفعولاته افتقارا كان هذا الإيجاب والاستلزام لصفاته التي قلتم هي أجزاؤه أولى ألا يسمى افتقارا وإن سمي ذلك افتقارا وقلتم هذا الافتقار ليس بممتنع لأنه هو الموجب لأفعاله فإذا قيل هو مفتقر إلى مفعوله الذي هو مفتقر إليه لم يكن في الحقيقة مفتقرا إلا إلى نفسه قيل لكم فهذا الافتقار إلى صفاته التي توجبها ذاته وتستلزمها أولى ألا يكون ممتنعا لأنه في الحقيقة لم يفتقر إلا إلى نفسه وإن قلتم هذا يقتضي كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها والشيء الواحد لا يكون فاعلا قابلا لأن ذلك يفضي إلى التركيب والواحد لا تركيب فيه قيل أنتم إنما قلتم إن الشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا لئلا يستلزم التركيب فلا يجوز أن تجعلوا هذا دليلا على نفي التركيب لأن ذلك دور مضمونه أنكم تنفون كونه فاعلا وقابلا لئلا يلزم التركيب وتنفون التركيب لئلا يلزم كونه فاعلا وقابلا فيكون هذا إثباتا لكل منهما بنفسه وذلك مصادرة على المطلوب باطلة في النظر والمناظرة باتفاق العقلاء نعم لو مسألة في عمر شوكا الله يمشى هوري قصة بسنة وإن قلتم هذا يقتضي كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها الشيء الواحد لا يكون فاعلا قابلا لأن ذلك يفضي إلى التركيب والواحد لا تركيب فيه ورام بن سوم الرأي سان لو خلد مركا إن في التفصيل إنه العلة هي تيدا بمصادرة كصابسن المصادرة أيضا وحي نقطة باطل المصادرة على المطلوب على النتيجة حال اسكوغا مركات قياسك برهاني أو منطقي أو حتى قياسك فقهي تمثيلي أو حتى نقول شيء أول استقراء أي قياس وحال الربا النتيجة يكل دون مقدماتك النتيجة يكل دون مقدماتك ولو كل دون شو هنقضه اعتباري وحق من جزء أما كل أما هنقضه مركات قياسك لا تعرف حيدا هو قول مركب أو مؤلف من قضايا تستلزم لذاتها قولا آخر أي نتيجة أخرى مغايرة للمقدمات بالسكوغا هذا مقدمات كي قياسك هي النتيجة أو مطلوب هذا اللي وجهه المصدر على المطلوب نتيجة ومطلوب كلا مطلوب كي النتيجة هي مقدمة هذا اسمه كدكتور دليل كي مدلول وحنا يا شيء واحد على السكوغا الدليل إنه ياي غير المدلول هذا مركز إحدى المقدمات أو لو المقدمة متكملة كدكتور نفس النتيجة وحال هذا مسادرة على المطلوب وهذا المسادرة واحد من الاستيلاء على الشيء هذا اسكشف يكتبه فيك الخصام وأنت الخصم والحكم المتنبئ يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ضد ذلك وصاب سنتاي نيك إلى دودي وأديك قاضيك حكم هيانا وأديك أقول سيف الدولة كلها ورري المهم مركب مسدع على مطلوب ساس اللويد حقيقة فساد وكجرا مركب وكجرا شرط من شروط الإنتاج شرط من شروط القياس الأساسية أي لا هاي وظيفة الله يقال المصادرة على المطلوب وها الاختلاف والتغاير بين النتيجة والدلائل أو المقدمات أنا إسفانا إلى تنتهي واسكفات بمعنى إذا دور كجرا نمحي ودور في المؤثرات دور كان ودور في الاستدلال خطأ اسمه حكيمنا يا ودور في الأسباب والمؤثرات ومحون نقضي
فلا يجوز أن تجعلوا هذا دليلا على نفي لأن ذلك دور مضمونه محوية أنكم تنفون كونه فاعلا وقابل إله إنه فاعل نقضى للصفات أو قابلا لها للصفات ونقضى لئلا يلزم التركيب. نفي التركيب والنتيجة أكتوضع ومطلوب. نفي التركيب ومطلوب. طيب الشيء لا يكون فاعلا ولا قابلا ومطلوب وفرسه. الشيء لا يكون فاعلا فاعلا للصفات وقابلا لها أي متصفا بها أي أنه حيدا والنتيجة مطلوب أكتوضع. فيكون هذا إثباتا لكل منهما بنفسه. كيف؟ تركيبكم حوديدا التركيب هو باطل بين لأنه يستلزم القابلية اتفقار هيدين القابلية كصوته. التركيب هو باطل لأنه يستلزم أن يكون الله فاعلا لصفاته وقابلا لها. وكون الله قابلا لصفاته أو فاعلها يستلزم التركيب. ما قدرنا هي صفات الله إنه السماوية ذاتك أما هو أقبل وحكى لازمي تركيب. تركيب محوديدني بوكين سنة يا وتكون على سمرك القابلية والفاعل وحي كنسانة تستلزم التركيب والتركيب يستلزم القابلية والفاعلية. إذا هو دور وأنا دور في المؤثرات أو الأسباب أو التقانين مركب وخطأ مش كجل شوق الدنيا. القابلية والفاعلية وإنك صومر العلة وما يتوقف وجود الشيء لذاته. العلة أكتوضة ما يتوقف وجود شيء لذاته. تعريف بدن بيكب حيان سيدا أنكو دينه لذاته وحن كجا احتراز إنها شرطك الشروط شرطك الشيء يتوقف وجود شيء على شرطه لكن لا لذاته. محايا لي شيء وحكو حرين هاي وجود كيسو على علته. العلة ما يتوقف وجود الشيء لذاته. كلمة لذاته واحتراز من الشرط فرقا بين العلة والشرط. لماذا؟ لأن شرط الشيء لأن وجود الشيء يتوقف على شرطه لكن لا لذاته. ومحايا الشرط وحوده ما يسترى علة شرط هو شيء ما يسترى للعلة. شرط شيء ومتم. إذا وحده جري زنا لهلي نبى الزنيستي عمدا اختيارا عاقلا مكلفا بزنيستي. إذن الزنا وعلة لوجوب الجلد وشرطها الإحسان لوجوب الرجم عنده وشرطها الإحسان. نمنك زانيك وحلوش الإسلام نوحيليهن وشرطها الإسلام. شرطه هي إحسانكم معها علة وجوب الجلد والرجم معها لكن وامع شرط متمم لحكم العلة لأثر العلة. إذن العلة هنا وامع ما يتوقف وجود شيء لذاته احتراز وامحي وتوقف المشروط على شرطه لذاته ما هو لغيره لأنه متم للعلة. طيب للعلة سكلا نقول وجوب النساب وجوب الزكاة شرط صدقة محوية لا النساب وحده سوى وجوب الزكاة على فلان وملكه وامتلاكه للنساب. إذن وجوب الزكاة يتوقف على وجود النساب. إذن حكم كان توقف على النساب لذاته حاول كوا معي وهذا ما يستري متم للنساب. حكمة أما هذا ما يسترو أما علة هذا ما يستري عليه اسم الله ونسبان أفر ما يكون علة وقيبية لا يقيبين علة شرعية علة عقلية. علة شرعية علة عقلية. شرعية واتقانان ورقات كبرتين. أما العقلية أفر ما يقيبين مادية صورية فاعلة إيغائية. أفر تسوق قيبين العلة المادية العلة الصورية المادية الغائية. علة الغائية وعلة العلل وده الله علة العلل الغاية ومعي والحكمة والغاية من الشيء وشيء هذا شيء قد كله هذا هاي البان أتجي سلامات تدي أنت هذا أتجي عن سلامين با مركور دقائق يسي باتسين يسديد
xikmada maxaad u salaamaysaa musakaa qalbi xumaani ilaahay baa ku faray ajir ka hel waa qaraabo waa ruux muslima ujeedada shay walba aad ka leedahay waxaan leenahay waa alghaaya hiya mutaqadimatun fi dhihni والتصور متأخرة في التحقق والخارج fal walba intaadan samaynadu ku dhaqaaqin ayaad ka fikiraysaa wax aad ka helayso waa addaaci waxa loo yaqaan addaaci albaacith algharad almaqsuud alxikma alghaaya macne badan bay leedahay alcilla alghaaya waa iska dhibirtaa iyadu maxaa ii soo hodhay alcilla almaadiya aan ka bilowno oo iyadaa tii u dambaysay baan geeyay tii u horreysay marka aan ku soo noqdo almaadiya waa maxay waa shayga laga maadatu shay shayga waxa laga unko ama laga sameeyo ayaa maada la alcilla almaadiya waa matala alwaaxo kale alwaaxu waxaan leenahay waa cilla maadiya lilsariir walitaawila miiskaani waa shay samaysanoo suuro leh laba qaa'im uu leeyahay si ballaan buu u samaysan yahay calaa shakli mustatiil laa calaa shakli murabbac buu u samaysan yahay miiskaani maxaa laga sameeyay aad dhihi haddii waxa laga sameeyey alwaax iyo masaamiir idan waxaa dhihi cillaة almaadة maadaة الطaawila miiskan maadadiisu waa alkhashab aw اlawx alcila الsuuriya ii soo hadhay الsuuriya waa qaabka loo samaynayo shakliga waa qaabka loo samaynayo ama waa suurada iyo shakliga aqbalaysa maadadii alwaaxi muxuu aqbalay hay-a iyo suuriya qaab buu aqbalay alcila الsuuriya wey alcila الfaacila العلة الفاعلة والمركب بين المادة والصورة أو ومركب الصورة على المادة مركب الصورة على المادة وفاعلكم العلة الفاعلة وفاعلك وصميه والنجارك ومهندسك وفندقي وولادك مسكن سميه قاب الله عليه ومركب الصورة على المادة waxaan waa alwaaxan yaa shakligan u sameeyey najaar ila alfaaciliya marka waa faacilkii wax sameynaya murakibu suurata cala almaada wey aw waadicu suurata cala almaada haddaad marka iska daa waa waadicu suurata cala almaada maya khata wey waa waadicu suurata cala almaada miiska intuusan samaynin ninka la yidhahdo najaarku wuxuu suuraysanayaa shakligu uu samayn lahaa miiska naqshad baa ugu qoran yahayba الصورة الذهنية المتصورة للميز كاني أي قارئ أو عصارية الوحي كلا يالي إما ددأها أي صورة صارية الفاعل معي وواضع الصورة على المادة أو مركب الصورة على المادة معها ما دمس يقول لنا ضدر مركب المادة على صورة خطأ بين غريس أشكاش معها مادة شيء جسمي ما هو تصور ذهني مركزه سمينيه لكن الواحد وسيء المره هذا هو مادتي ومادة الشيء محدده مركز صورة صورتي وفي ذهني حق الله صار الوحي انا فيش هذا وانت الروايه انت مره ولي خارج مليون كيف تصور كان مهندس يا خالد كدغ صورة ذهني محسوب بده شيء هاي هذول يصورون هذول ربع هذول يصورون في الخارج ما تعرف هاي مرة واحد تركيب كل سمينا ومادة محل وسمي واحد تركيبنا ومادة ما ده حقوق كسورني ما هي مصباح ما سوق على الواحد واحد كل كرس الواح والواح محل كرس تركيب تركيب كيف ولي ما الواح وكبح ما يسنقبح هنا ضده على صورة غاية يا صورة حقيقتها الامريكا صورة في من الآتي بها ما أنا وحن كان لا يحاول على هذا أنا كده إنه صورة ما ندور صارين ما أدري بان صار ما أدري بان صار أصلا هو تصورات إيه واحد دور صار أنت لا تصور كيف صار ما يدوها يحلك على النقط تعرض يحلك على النقط المادة العلة المادية العلة الصورية العلة الفاعلية وأسلفها العلة الغاية وحكمة اللي قال لي العلة الغاية ومحي يميز كان وإن وحلقود الآخرية كتابة الله صارته العلة الغائية للسرير وامح سرير تعقيد والنوم عليها انت الواحة سوى قادم
oon faacil la helin oo aan la helin suuro waxaa ka horreeyey inaad suuraysato inaad u baahan tahay hurdo iyo meelaad ku seexato idan alcilla alghaa'iba waxaa la yidhahdaa waa awalu lcamali wa aakhiru awalu lfikri wa aakhiru lcamal awalu lfikri wa aakhiru lcamal هنا مركب حان كربا هذا يقتضي كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها هنا ممنوع كفري وجائز توحيدي لبدا إريكلية هذا لبدا إريكلية كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها تضمن وجائز ونكن كرو قالوا بيا تهرنا وامع وكفري وفاعلك توسع برد وخطر إلهي سبحانه وحديك الراه ومادة الصفات أما إلا قابليه إليها بعنكر لأنه يقبل الصفات شيء أقبل أما صورة أقبل أما صفات محله يغني مادة الشيء القابلية والمادة هنا وحيك أيوة كوضات إلهي سبحانه وتعالى مفاعل لصفاته بقى كفاعل الصورة على المادة كواضع الصورة على المادة مثل إله سبحانه وتعالى ما كان تقريبها كمادة تقبل الصفات تقريبا كقبول المواد يا ما ينادى فهم بنقربها إن هذا عدان الله تبسيط ودبت كيما هي إلهي وانه كالرواع إلا قابلية لكن ما ديك توا عله فاعل الصفات الى عله قابليه محن كودنا waa maxay waa shay aqbala صفات shayga aqbala sifat maxaa u taqaaneen ماذا لا هذا مادة شيء علة القابلية هي علة المادة في البحث الكلامي واسكمت يعني لو خلد منهم في البحث الكلامي كلا مرة المادة والعلة القابلية واسكمت العلة القابلية نسلم لأن الله سبحانه وتعالى وذاته تقبل الاتصاف بصفات الكمال لكن الله سبحانه وتعالى معها ذات فاعلة لصفات الذات كالعلم والقدرة والإرادة إلى آخره مركضنا وعلة فاعلة للصفات وكفر أظن وعلة قابلة لصفاتنا وتوحيد وحق مسلفنا معنا نوجد نعم وأيضا في التركيب أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأيضا فالتركيب الذي نفيتموه إنما نفيتموه لئلا يفضي إلى الافتقار إلى الغير والافتقار المراد به استلزامه للغير وعندكم هو مستلزم للغير فأنتم جميع ما نفيتموه في هذا المقام إنما نفيتموه لئلا يكون مستلزما لغيره وعندكم هو مستلزم لغيره بل جعلتموه مستلزما لغير هو مفعول متغير ونفيتم كونه مستلزما لصفات قائمة بذاته ثابتة لازمة له ومعلوم أن إيجابه لما هو قائم به لازم ثابت دائم أولى من إيجابه لما هو منفصل عنه متغير فإذا كان على اصطلاحكم كونه مفتقرا إلى ما هو متغير مفعول لا ينافي وجوبه بنفسه فكيف يكون افتقاره إلى ما هو لازم له دائم ينافي وجوبه وإذا كان هذا على اصطلاحكم افتقاره إلى المنفصل عنه لا ينافي وجوبه فكيف افتقاره إلى ما هو قائم بذاته وإذا قلتم هذا يفضي إلى الكثرة في ذاته بخلاف ذاك قيل لكم الكثرة في ذاته هي التركيب عندكم ومرادكم بالعبارتين واحد وإنما نفيتم ذلك بنفي هذا اللازم الذي أثبتم ما هو أبلغ منه في الامتناع على أصلكم فإن وجب نفي هذا اللازم لما فيه من الافتقار لزم نفي ذلك الذي هو أبلغ في الافتقار منه وإن لم يجب نفي هذا الأبلغ لم يجب نفي ذلك بطريق الأولى فتبين أن القوم ينفون الشيء لمعنى ويثبتون ما هو أبلغ في إثبات ذلك المعنى منه وأنهم من أعظم الناس تناقضا وأنهم يصفون واجب الوجود بما يوجب أن يكون ممتنع الوجود فيجمعون بين النقيضين اللذين هما في غاية التناقض فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من مناقضة الوجود للعدم وأصل ذلك أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجودا مطلقا نعم هذا الواضح واسكعد وهي وحي متغير كمفعول كشيخ وكوض مخلوقاتك
طيب شيء لازم لذاتك غير دائم كثابت غير متغير كما غير منفصل كان وكذا صفاتك إلهي سبحانه وتعالى. هذا الكيس وإذا قلتم هذا إشارة والصفات دعوة فلاسفة أي ربنا كلا قادان مفعولات مخلوقات هي صفات كلا قادان تفريقا وحكى جرين هذا أو صفات كائن للصغر يفضي إلى الكثرة في ذاته الكثرة في ذاته إلهي إنه يبنى شك شؤون تعدد التوحيد كل واحد إلا مفهوم التوحيد بيكون من طيب بخلاف ذاك أي المفعولات إشارة لو عود عيسى مفعولات كمخلوقات شيخ مركب وكجوابي وحور وحاصل وإسكاء الكثرة في ذاته هي التركيب هو مسادرة بسعر الشيخ ونفس الشيء إسكاء كان إلى لا معنى كدوكو شيئا الكثرة هي التركيب والتركيب هو الكثرة محذ فائدة سن مركب ومرادكم بالعبارتين واحد إذا مركب دوركي لو شيري جروك لو حنفية وعدين المكره لا يقع طلاقه وكل مغلق لا يقع به الطلاق لا يقع طلاقه إذن فالمكره مغلق فلا يقع طلاقه مسبوك عليه نفس الشيء حاد قبتي أن المكره لا يقع طلاقه إذن نتيجة المقدمة كده وحول المكره لا يقع طلاقه وكل مغلق لا طلاق في إغلاق حديث كيف سوق هذا اللفظ وكل مغلق لا يقع طلاقه والمكره مغلق فلا يقع طلاقه المقدمة الصغرى هي المقدمة الكبرى واسكمت وكل مغلق عليه لا يقع طلاقه إذا نفس الشيء ومكره مركم حادث ومرادهم بالعبارتين واحد مقدمة نتيجة محل نقط نفس المقدمة الصغرى نتيجة اسمه بقدر مطلوب مركب عاصمة ما تشكو عليه وإنما نفيتم بنفي هذا اللازم وإنما نفيتم ذلك كثرة محودي دين بنفي التركيب تركيب محودي دين لنفي الكثرة مع وحوت على زين بوشوخ وشيء مركب بابيه طيب تنضم بيع خصابا فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من مناقضة الوجود لعدم إسكاعدها إسكاعدها بنانك مركة الله الجمع بين النقيضين ومحي الجمع بين النقيضين وممتنع الوجود لبعض النقيضين إلا كل ميو ومستحيل نبعه ممتنع وجوده إلهنا وواجب الوجود ممتنع الوجود يواجب الوجود أدبك الفقهين معك لو أدبك الفقه العدم والوجود العدم والوجود إذن العدم والوجود إيوه الامتناع والوجوب كيف الفرق لأن الشيء معدوم قد يوجد والمعدوم والموجود قد يعدم وجائز الطرفين لكن امتناع وجوب هدو ماده من نوى واجب الوجود من نوى مستحيل الوجود إذا مستحيل الوجود مع واجب الوجود أي أبلغ وأبعد في التصور من العدم والوجود معناه هنا فهمنا بإلتها لأنه مت كان ممتنع كما صورة قالوا وجود مت كان واجب كان كما صورة قالوا امتناع إلا هو واجب وجوده فلا يتصور عدمه كنوى ممتنع الوجود فلا يتصور وجوده أما العدم والوجود وجائز الطرفين قد يوجد المعدوم ويعدم الموجود مركب محي كينين إلهي وحي كدغان شيء إلهي ممتنع الوجود بي كدغان محي رادينيين واجب الوجود إلهي إنه واجب الوجود كدغان بي رادينيين وحين كدغان نتيجتي إنه ممتنع الوجود دي إذا فهمتم ما شو الله يبارك فيك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأصل ذلك أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجودا مطلقا لا يختص بحقيقة يمتاز بها عن غيره وإنما يمتاز بأمور سلبية وهذا إنما يقدر في الأذهان وأما إثباته في الخارج فممتنع لذاته كما قد بسط في موضعه
وأصل الاشتباه في هذا المقام الذي ضل فيه طوائف من النظار أن مسمى واجب الوجود فيه إجمال واشتراك كما في لفظ القديم عند المعتزلة نفاة الصفات، فإن الأمر المعلوم أن الله قديم، فالقديم وهو الله لا إله إلا هو، فجعلت المعتزلة القديم هو الذات المجردة عن الصفات، وقالوا إذا أثبتم الصفات قلتم بتعدد القدماء، ولفظ تعدد القدماء مجمل، فإن أريد به تعدد الآلهة والخالقين والأرباب فهذا باطل، فإن صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا أربابا. وإن صفات كربي ما بري كرا لا هذه صفات كربي آلهة أين خالقنا أين أربابنا أين ما بنانتا إلا بريو يا قدرة الله أعني كور كفر وكفر عند أهل العلم. توا أسماء إلهي واللغو توصلية واللغو إلهي واللغو برية، لأن اسمه يعبر عن الذات حقيقة، لكن يا رحمة الله ارحمني كور وكفر عند أهل العلم. يا هذه لا والله اشمرك الله توصل هذا الشيخ مطر برحمتك كافك يقول عايا انت وصلت بصفتي ما كنت توصل محسب الليل هذا مركا يدا كنت توصل شيء الله سبحانه وتعالى، الله بس توصل بريسه ذات وبريه توصل شيخ برحمتك الرحمن والسبحان ما اسم الماء الرحمه واصفه شيخ معنيسة فإن صفات الله شيخ برحمتك توصل لصفة من صفات الله جائز وجائز، لكن ما كان حاط منيسة هذا هو صفة برحمتك هذا الكاذيو هو جهنية ما صفة مس الله لكن الصفة المجردة هذه هذا الخلق وجه كورما إن فهمت برا إشكالك وحو شو قال زين تمات بقدرتك هذا برحمتك بلطفك الله يقول نحرس مع هذا يتوجه هذه ولا اسم لا تاس وحنك الله يو أيضا ما الله بري كلام الله يا رحمة الله يغفر لي يا قدرة الله أعني على ذكرك وشكرك قدرة الله الخطاب للقدرة خطابك يدا لو وجهها يا انت كورا مركا يدا وفرق بقى ودحي مركا يدا نعم ماذا المعتزلة أو أي فلاسفة أو نهاية صفات الله وغير الله سوى صحيح كيف غيرية أنا وديننا غيرية وأنا فرط الشيخ مختار هذه الغيرية وين لا فرط يا صفات الله إلي مراد ذات الله ها صفات ذاتية هذه مركا مفهوم كان غيرك كود مركا فرفره يا مرة وحنا إن غيرك وقال مرة ما كاديدين ما صح من غني مركز صفات خطابك هو جذك شيء مستقل عن الله سبحانه وتعالى كأنك تدعو مخلوقا يا بيت الله يا كعبة الله يغفر لي يا ضطر يا رحمة الله يغفر لي معود حي يا رسول الله ها كون وأعيان رحمة الله مخلوق الودي حرق صور رحمة ما أنا أقول لك ما قبله ما حد قوة ده ما حد تصي إلا أقدامك هذا وحكوا عاديها مخلوقي إشكالك كنت لهذا خوش بهذا المرة الدليل الشيخ تفضل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن أريد بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة فنفي هذا مصادرة على المطلوب، فلبسوا على المسلمين بقولهم إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء. والله أعلم. إن شاء الله.